من المنطقة ذي ما يجيدها. هي هذا خطأ. يعني شوف عندك فلاح القرقاح، عندك ما شاء الله عليه أبو محمد، من الآن ما هو من الحجاز ويعتبر من هامات الشعر المحاور. يا أخوي ابن شايق قبله وحبيب ما هو من الحجاز. محمد هادي. تفضل يا أخونا ذيب. وأنت عندك تاريخ للمحاورة وتاريخ كبير. النقطة اللي أثارها أخوي قبل شوي نقطة قوية وشائكة وحساسة وتحتاج لها بعض التوضيح. تفضل سمحتوا لي. لا المجال لك. بنكون صريحين، ما في منطقة. احنا نسمع بعض اخواننا اهل الحجاز يقولون المحاورة موروث حجازي، وبقية المناطق دخيلين على المحاورة. بدينا نسمع الكلام هذا. صحيح. أول شيء فن المحاورة فن حديث، يعتبر من عهد الملك سعود وجاي. حلو. كل منطقة لها موروث خاص فيها. الحجاز عندهم الرجز وعندهم الحدا، أهل الشمال الغربي عندهم الرفيحي، الشمال عندهم الدحة، الشمال الشرقي عندهم الفرنسي، كل أهل الساحل لهم فنونهم. الساحل الشرقي أهل نجران عندهم الرازف وعندهم العرضة، أهل نجد عندهم العرضة النجدية، بعض المناطق عندهم السامري، جنوب نجد وتثليث وبيشة عندهم عرضة خاصة فيهم. ما في أهل جيزان عندهم، ما في منطقة ما عندهم فن خاص فيهم. أما المحاورة فهو فن مستحدث ما يخص منطقة معينة. يعتبر مؤسس فن المحاورة بحلته الحالية الملك فيصل بن عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. المحاورة بصفينها وعلى بيتين وطريقتها الحالية أتحدى أي واحد يجيبها لي قبل عهد الملك عبد العزيز انها كانت حاصلة بشكلها هذا. طيب قد قالوا انه لعبوا في الحجاز عند الشريف شعراء اثنين ولعبوا محاورة مع بعض. يلعبون جالسين. حلو. وهذه موجودة في كل المناطق. الشعراء يجلسون أحيانا يتسجلون بقصايد كاملة، وأحيانا يسمرون أو يجلسون ويتردون على بيت. المحاورة الآن كانت على بيت. إيش لو إحنا طريق كنا على بيت. أحمد الناصر يقوله إلى وقت قريب. لكن بدأت بصفوفها بشكلها المرتب. الصفوف لها صفوف مخصصة، شعار مخصصين، حضور في قصر شبرا عند الملك فيصل الله يرحمه يوم كان في الحجاز، ما هو بعيني، حتى يمكن في عهد سعود أو عهد الملك عبد العزيز، وفي الكويت. الرموز اللي يعتبرون مؤسسين للمحاورة من جميع المناطق، اللي يعتبرون مؤسسين للمحاورة، اللي هي نحن نتكلم عن فن المحاورة الموجود الآن بصفوفها. أما مثلا في شاعر يبدع ويرد عليه شاعر، هذه موجودة في كل ديرة. أهل الزبير في العراق عندهم الزهيريات، شقر من أقوى الشقر اسمها الزهيريات. محاورة. حلو. فعندك أحمد الناصر يعتبر من المؤسسين، سليمان بن شريم، صقر النصافي، عبد الله الواحان، البحر وغيرهم الكثير. ويوم بدأت المحاورة وتعمقت من وقت الملك فيصل وجاي، طلع لها رموز من كل قبيلة ومن كل منطقة. عندك مثلا على مستوى المنطقة الجنوبية عندك حمد هادي المسردي، عندك فهد المحيشير، عندك عبد الهادي بن حفيش، عندك مجدال بن ربيع، عندك ذيب بن غيده الله يرحمه، وعندك علي بن بلال اليامي من نجران، وعندك من أهل الشمال، وعندك من أهل الكويت، وعندك من أهل القصيم شعراء، من أهل نجد، من أهل العارض. من كل منطقة في شعراء رموز للمحاورة. حلو. فاللي يقول المحاورة فن أصيل لمنطقة معينة أتحداه ويناظرني ويقابلني في أي بث ويثبت ولا أثبت. طيب السؤال اللي الآن أنت قصدك إن المحاورة بشكلها الحالي بصفوفها بشعراء الواقفين بالبيتين هذه اللي يردونها على بعض موجودة أو ما بداها إلا في وقت الملك عبد العزيز؟ نعم، من آخر عهد الملك عبد العزيز وجاي تبناها الملك فيصل يوم كان أمير في الحجاز. حتى كانت المحاورات اللي عند الملك فيصل أكثرها اللي نسمع بها وتنقلها الناس أكثرها مجالسي بعد. يعني لكن بدأت الصفوف في وقت الملك فيصل في قصر شبرا. والكويت لهم الباع الطويل، بعد لهم نصيب الأسد. استقطبت الكويت في حقبة من الزمن رموز من المحاورة ولعبوا هناك من أهل الحجاز ومن غيرهم.
كان يعني من نعم فيه لكن عطنا ثاني بعد وقت من الملك الرموز فيصل. اللي تتلمذوا في الكويت من؟ مثل من؟ رشيد الزلامي طلع في الكويت، صحيح، هذا صحيح. وفرح الضامني الله يرحمه، خلف بن هذال، إشليوي بن شلاح المطيري، وغيرهم الكثير، وغيرهم شعار بتعدوا الاعلام، مهدي بن عشيمان الحبابي. صدقت، هذه صحيح. نعم كان له صولات وجولات في الكويت. حمد بن عايض بن هتوش الجميح الحبابي، صدقت. وغيرهم الكثير، وغيرهم شعار بن هاجر، وغيرهم سعد المعنى البقمي في الكويت، والبذالي، مرشد البذال، صقر النصافي. مرشد البذال وصقر النصافي هم اللي بدوها في التلفزيون ونشروها هناك. نعم. ثم ركن البادية وديوانية شعراء النبط، ديوانية شعراء النبط في الكويت تبنت المحاورة والجنادرية والمغترة. لكن تسلسل أهل الحجاز اهتموا في المحاورة، ولهم أسلوب خاص في المحاورة ما ننكر ذلك. وكان مؤسسة القصير لها فضل على أهل الحجاز كبير، وعلى المحاورة ما ننكر دورها. لكن استقطبوا الصفوف واستقطبوا الشعار، وصاروا ينظمون الشعار، وصاروا يقيمون حفلات. مستور قصير. طيب الكلام هذا فيصل بن خالد والجنادرية، الكلام اللي نسمعه الحين في ذا البثوث وفي ذا المواقف حجازية 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 حجازية، غير صحيح، غير صحيح. فن المحاورة فن حديث مشترك بين جميع دول الخليج، بالذات السعودية والكويت وقطر. ترى الدول هذه ترعرعت نشأت المحاورة فيها نشأة واحدة، وانشأت في جميع المناطق. محاورة موجودة كانت بشكل غير، كان شعار يجلسون وكل واحد يرد على واحد. هذه في كل منطقة، أقول لك حتى في الزبير في العراق. يعني كل منطقة لها موروثها في الردود الشعري، حتى في الجاهلية احنا ما اختلفنا نعم. هذا الكلام. لكن اجتمعت الردود اللي بين الشعار، صارت مسمى فن محاورة موحد بين جميع المناطق. يعني انت قصدك امام الملوك هم اللي سووا لهم كذا، حطوا صفين ويلا لعبوا امام الملك فيصل بن عبد العزيز الله يرحمه، مؤسس المحاورة بشكلها الحالي. ولكن مسألة انها انطلقت من الحجاز بحكم ان الملك فيصل كان امير الحجاز وكان مهتم في الموروث هذا. نعم. ولا من نجوم المحاورة اللي بدأ عندنا كان عبد الله الوحان. عبد الله الوحان حجازي من النجد. البحر حجازي من النجد. سليمان بن شريم حجازي. لا. ابو ماجد حجازي، علي بن ماجد او بن ماجد كان. لا من هذا القصيم، من هذا. نعم هو صحيح. ثم بدوا الشعراء، جاء بعدهم احمد الناصر، جاء بعدهم. ما المحاورة موروث المحاورة اللي يقول انه فن حجازي اتحداه بكل ادب واحترام، اتحداه بالحجة. يقولون قبائل بعد انها داخله على هذا الموروث، هذا المصيبه. هذا نسمعه من اصوات نشاز او على حسب فهمهم، لكن غير صحيح. ومن اللي روجوا للكلام هذا شاعر معروف وشاعر كبير، وكان في منبر خاص بالشعر. ترى اللي بدا المحاور، ترى اللي بدا الكلمه هذه والفكره هذه بداها محمد السناني بكل وضوح. هذا شيء الله يمسيه بالخير. شاعرنا جميل ابو تركي استاذ واخونا الكبير وشاعر ونعم به وبربعه. لكن كان غلطان في الكلمه هذه، وهو اللي روج لها من خلال قناه الساحه. هذا غير صحيح الكلام هذا. فن المحاورة فن حديث مشتركين فيه، قام على مجموعة رموز من مختلف المناطق. طيب اللي نسمع اللي قالوا في قصص نسمعها، فلان راح عند فلان عند ذا وراح عند فلان، ولا فلان لاعب كذا، ويجيب لك اسماء ما تدري من هي، وفلان لاعب. طيب انا بحثت عن الاسماء اللي قالوها، والله بصراحة ما لقيت لها تاريخ ولا لقيت لها شيء. اللي كان بيحط يثبت لنا كان بدايتها كانوا يلعبون عند الملك فيصل الله يرحمه، يجيب شعار من نجد ومن الحجاز من كل منطقة ويرادهم هو بعد. يعني هذا الشيء كانوا مجالسي، وكانت موجودة في جميع المناطق. مجالسي عند الحجاز يردوا على بعض. نعم. وفي نجد في كل مكان يتقابلون يسمرون ويتردون. ترى لكن محاورة بصفين وشعار، هذه بداها الملك فيصل، ثم صار للكويت دور كبير ديوانية شعراء النبط، ثم صارت مظلتها الجنادرية، ثم صارت مظلتها المغترة. هذه الأشياء.